ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بالعلبه بالازازه البلاستيك دي هنعمل فكره حلوه جدا وعمليه. اول حاجه هشيل بس الجزء البلاستيك اللي على الازازه، وبعد كده هاخد الجزء اللي فوق منها هنقصه بقطر او بمقص، مفيش مشكله خالص، اللي متوفر عندنا نستخدمه. والازازه طبعا بيكون خامتها خفيفه فمفيش مشكله، مش هيبقى صعب علينا نستخدم اي حاجه يعني. هسويها كده بالشكل ده عشان ما يكونش بس في اجزاء مش متساوية. وبعد كده هبدأ، ده كان طبق حلويات طبعا شيلته برضو عشان استخدمه في اي فكرة. هاخد بس الجزء المدور اللي جوه ده، الفكرة بإذن الله هتكون سهلة وبسيطة واي حد هيقدر يعملها بمنتهى السهولة. كده تمام. هبدأ اغطيها، ده فوم سادة، ممكن لو عندي فوم جليتر او قماشة طرحة اي حاجة ممكن اغطيها بيها واغلف الكرتونة بيها، مفيش اي مشكلة. هبدأ اقص، وطبعا هسيب مسافة ما بين الدايرة اللي انا رسمتها على قد الكرتونة وما بين اللي انا هقصه زي ما احنا متعودين دايما، علشان بعد كده هبدأ اتني على الكرتونة ما تبقاش مش متساوية يعني. هنبدأ نثبت كده بمسدس الشمع، وبعد كده هبدأ اقص الجزء اللي حوالين الدايرة اللي انا سبته زيادة ده بالمقص بالشكل ده، وهبدأ اتنيه بمسدس الشمع كده وهثبته لحد ما اخلص محيط الدايرة كله زي ما احنا شايفين. وبعد كده هقص دايرة تانية وهثبتها على الجزء اللي هو مش عليه الفوم. كده تمام. هبدأ اثبت، والزيادات طبعا هقصها. لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها، ولايك وشير لاصحابنا علشان يستفادوا بالفكرة برضو. وطبعا مستنية رأيكم في الكومنتات. بعد كده بجزء مستطيل كده من الفوم هثبته على الغطا كده بتاع الازازة. كده تمام. وهبدأ طبعا اشيل اي جزء انا مش محتاجاه، الاجزاء الزيادة هشيلها على طول كده بالشكل ده. طبعا زي ما اتفقنا لو مش متوفر فوم ممكن اي ملابس قديمة استغلها في الموضوع ده، بنطلون جينز طرحة اي حاجة هغلف بيها وهتبقى برضو في منتهى الجمال. وعملت دايرة كده صغيرة عشان اغطي بيها الغطا من فوق، وممكن الخطوة دي نستغنى عنها لان كده كده اصلا هيتدارى وهيتثبت في الفوم زي ما احنا شايفين كده. كده تمام. اللي باقي تزيين، وده شريط بيتباع برضو عند بتاع الخردوات او المكتبات الكبيرة بالمتر، وسعره رخيص خالص، ما يعني مش غالي، يعني ممكن يكون المتر مثلا ب6 جنيه او حاجة. بس انا مشتريه الحاجات دي من فترة فانا مش فاكرة بصراحة الاسعار قوي. كده تمام. هبدأ اثبته على محيط القاعدة الكرتون اللي انا عملتها، وطبعا الجزء الزيادة هشيله بالمقص زي ما احنا شايفين. وهبدأ برضو ازين الطرف بتاع الازازة من فوق بنفس الطريقة، بس اشيل السلك بتاع المسدس لان طبعا المسدس بيبقى سخن وممكن يسيح البلاستيك، فهنهدي المسدس شوية، يا اما زي ما انا بعمل كده هحط الشمعة على الشريط مش على الازازة نفسها عشان ما تسيحش. كده تمام. هبدأ اشيل الزيادة برضو، وده بقى شكلها النهائي. ممكن طبعا نستخدمها في حاجات كتيرة جدا، ممكن نستخدمها في المكياج على التسريحة او في الاقلام او في الفرش. انا استخدمتها في الاقلام زي ما انتم شايفين كده. مستنية طبعا رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فكرة جديدة وفيديو جديد، وما ننساش اللايك والشير. باي باي.